تعالوا نفتح مع بعض الجفت اللي وصلتني من بشرى ونشوف بعتت لنا ايه. اول حاجه بقى لقيتها اللوحه القمر دي، وبرده مترقمه كده ومعاها الدايموند بتاعها ومعاها طبق وقلم فردي والشمع ده، ودي الحاجات الاساسيه اللي بتيجي مع اي لوحه. بس المختلف بقى في اللوحه دي ان هي كانت كلها خشب، مش نفس الماتيريال اللي عملتها معاكم قبل كده. والجديد بقى عند بشرى انها وفرت بازل باشكال واحجام مختلفه. البازل ده كان 12 قطعه وبيعمل 6 اشكال، عجبني جدا، لذيذ كده وينفع لاطفال سنها صغير لان هو سهل. وهنخرج بره الهدايا التقليديه شويه. وبعتت لي كمان الدايموند التحفه ده اللي بيتعمل بيه كل حاجه حرفيا، علبه كده منظمه وفيها كل الالوان اللي انتوا شايفينها دي، بيتلزق على جرابات او مجات او لوح خشب. وهي ما نسيتش برده تبعت لي القلم اللي بنستخدمه مع الفصوص دي، وكمان ده اللزق اللي بيتلزق بيه الفصوص على كل الخامات اللي انا قلتها لكم من شويه. بس طبعا الحاجات دي مش بتيجي مع بعض باكج كده، انتوا بتدخلوا على السايت بنفسكم وتطلبوا اللي انتوا محتاجينه. بعد كده معانا الميداليه دي، هتلاقوها مترقمه كده عشان توزعوا الفصوص على حسب ذوقكم. ودي ما بيجيش معاها دايموند، بنحط لها من الدايموند اللي في العلبه اللي قلت لكم بيتعمل بيه الجرابات والحاجات اللي بالخشب. كمان الميداليه بتاعت اذكار الصباح والمساء دي حلوه قوي، فكرتها تحفه. وده طبق للدايموند على شكل ورقه شجر، وعندها اطباق تانية على شكل قلوب وفراشات، يعني حاجات دلع قوي. ودي بنلزق بيها الفصوص برضو، بس دي عامله زي الرول كده. ميزتها بقى ان احنا ممكن نلزق عدد كبير قوي من نفس اللون، يعني لو مساحه كبيره نلزق بدي احسن. هجربها برضو اقول لكم رايي فيها. ودي برضو استيكرات ومعاها الدايموند بتاعها والطبق والقلم الفردي. ودي بقى عشان لو عاوزين تدلعوا الكشاكيل والادوات بتاعتكم وتحطوا عليها ستيكر بالدايموند. والورق ده هقول لكم هنستخدمه ازاي بعدين. وده بازل برضو بس كبير قوي 300 قطعه، كنت مفكره ان انا هقدر اعمله معاكم، بس بصوا شايفين المنظر كتير قوي وعاوز روقان ووقت كده ودماغ يعني. بس اكتر حاجه عجبتني بقى ان هو خشب، الماتيريال بتاعته حلوه قوي. المهم نرجع كل حاجه زي ما كانت. بعد كده بقى اللوحه اللي انا اخترتها، اللوحه مليانه الوان ومبهجه قوي، انا متحمسه جدا اعملها. والاساسي طبعا معاها الدايموند بتاعها والطبق الاخضر ده والقلم الفردي والشمع ده. فاللوحه دي هصور لكم كل خطواتها وانا بعملها. ومفاجاه بقى اللي بعد كده، بصوا بشرى بعتت لي قبل كده كذا شكل من العلب، كانوا حقيقي تحفه، ماتيريال ونظام وكل حاجه. بس دي بجد عجبتني قوي، يعني عديتهم كلهم. شوفوا شكلها حلو ازاي، ومليانه علب صغيره كتير جدا، حجمها كمان حلو قوي، يعني بصوا كتكوته. ودي اللي بنرتب فيها الدايموند قبل ما نشتغل عشان تبقى كل حاجه واضحه وسهله كده. كمان عندها جمل او اشكال بالخشب، ودي برضو بيتلزق عليها دايموند. الدايموند اللي هو كان في العلبه ده اللي هو لوحده، ده اللي ممكن نشتغل بيه على كذا خامه. كل حاجه من دول منفصله بنطلبها لوحدها، سواء الاشكال الخشبيه او الدايموند او اللزق اللي احنا هنلزق بيه. فرحت جدا بقى لما لقيت بشرى وفرت براويز اكليريك بمقاسات اللوح، يعني عشان انا عملت لوحه قبل كده وكنت عاوزه احطها في برواز ومعرفتش، فالمره دي بقى عندنا برواز بنفس مقاس اللوحه عشان نقدر نحافظ عليها بقى طول الوقت. وبرواز حلو قوي، خامته تحفه. كنت هنسى اهم حاجه بجد، انا كنت متحمسه جدا للمنتج ده ورنيش كده بندهنه على اللوحه برضو بعد ما نخلصها عشان نحافظ عليها. فانا مأمنه نفسي، يعني هحافظ عليها، يعني هحافظ عليها. المهم بقى استنوني في بارت 2 وانا بعمل اللوحه الخطيره قوي دي، وهسيب لكم اللينكات اللي تقدروا تطلبوا منها اي منتج من اللي انتوا شفتوه ده تحت في الكومنتس.